السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن المصارعين، وفعلا بجد يخلق من الشبه 40، نفس الشبه بالظبط بينهم بين الممثلين. فدلوقتي هنقول عن مين المصارعين ومين شبههم من المشاهير، ونبدأ بأول مصارع معانا وهو روب فان دام. روب فان دام من المصارعين الكبار جدا والقدام في عالم المصارعة، وهو المصارع اللي احترف جدا في اتحاد الاي سي دبليو، وجمع بين الاي سي دبليو وحزام دبليو اي لما كسبه من جون سينا. وطبعا احنا من اسمه باين جدا هو هيبقى شبه مين الممثلين. طبعا واضح من الاسم هيبقى شبه جان كلود فان دام. جان كلود فان دام معروف طبعا بالافلام الاكشن بتاعته والشهرة الكبيرة بتاعته طبعا في عالم هوليوود. طبعا انت لو شفت الشكل تقول عليهم طبعا اخوات، وفعلا في اشاعات طلعت وقالت ان هم اخوات. بس لو جينا بقى نبص للاصل هنلاقي ان روب فان دام اللي هو المصارع اسمه الحقيقي روبرت الكسندر زيتانوسكي او زيتانوسكي، يعني يا رب اكون قلتها صح. وهو من ولاية ميتشيجن، يعني هو في الأول وفي الآخر أمريكاني. لكن الممثل جان كلود فان دام اسمه الحقيقي جين كلود فرانكويس فان فارنبرج، وهو في الأصل بلجيكي. يعني من الآخر الاتنين مفيش أي حاجة بينهم وبين بعض تربطهم. لكن المصارع روب فان دام هو عشان لقى إن في شبه بينهم وبين بعض خد اسم فان دام حطه ضمن اللي هو الرينج نيم بتاعه بسبب الشبه، وفعلا الشبه بينهم كبير جدا جدا. بعد كده ننتقل للمصارع التاني وهو المصارع كريس جيريكو. كريس جيريكو من المصارعين الكبار جدا في عالم المصارعة، وبالذات ان هو حضر 3 اجيال: جيل ستيف اوستن وزاروك، وجيل جون سينا وراندي اورتن، وحاليا هو في اتحاد الاي اي دبليو وبيلعب قدام الشباب، وما زال مستمر على الحلبة وبيعمل شغل كويس، وكل مرة بيبقى أحسن من اللعب. نيجي للشبه بقى، هو في شبه كبير جدا بينه وبين الشيف العالمي جوردن رامزي. لو جيتوا حطيتوا صورتهم جنب بعض هتلاقوا فعلا في شبه كتير جدا ما بينهم. ننتقل بعد كده للمصارع سيزارو، او المعروف الحالي باسم كلاديو كاستنيولي في اتحاد الاي دبليو. هو حاليا سيزارو او كلاديو منضم في فريق اسمه بلاك بول كومبات كلاب، ومعروف طبعا سيزارو والغني عن التعريف كمان بمستواه واسلوبه الفريد من نوعه على الحلبة. وننتقل بقى للشبه مين من الممثلين، وهو شبه الممثل العالمي جيسون ستاثام. جيسون معروف بافلامه الاكشن والجميله جدا اللي كان بيمتعنا بيها بصراحه، وكان كل سنه بينزل فيلم. واشهر افلامه اللي هي افلام هوبس اند شو، سلسله افلام ترانسبورتر، وسلسله افلام اكسبنديبلز، واخر حاجه ظهر فيها كان سلسله افلام فاست اند فيوريوس. والشبه بينه وبين سيزارو كبير جدا، ممكن بجد ما نفرقهمش عن بعض لو كانوا كل واحد جه مكان التاني. وننتقل بعد كده للمصارع شيموس، وشيموس برضو غني عن التعريف، معروف باسلوبه القوي على الحلبة. وشيموس من ايرلندا، وحقق كل الالقاب اللي هو عايزها في اتحاد ال WWE ما عدا حزام الانتركونتيننتال، ده اللي فاضل له. وفي شبه كبير جدا بينه وبين المغني العازف الجيتار اللي اسمه جيمس هيتفيلد، مؤسس فرقة الهيفي ميتال اسمها ميتاليكا، وفعلا شبه ما بينهم كبير جدا برضه. ننتقل بعد كده للمصارع اللي بعده، وهو واجهة الشركة الحالية رومان رينز. رومان رينز لحد دلوقتي محتفظ بحزام الاندسبيوتد يونيفرسال تشامبيون بقاله 3 سنين اهو، لحد النهارده لحد دلوقتي محدش عارف يخسره الحزام اللي معاه. وفي شبه كبير جدا بينه وبين الممثل العالمي جيسون موموا، والشبه كبير طبعا جدا وواضح باين من ناحية الدقن ومن ناحية الشعر. وجيسون موموا طبعا معروف جدا ومشهور في عالم هوليوود السينمائي، ومن اشهر افلامه فيلم اكوامان. ورومان رينز نفسه يخش عالم السينما يبقى ممثل زي ابن عمه زاروك، ورومان رينز كان شارك فعلا في بعض المشاهد في فيلم هوبس اند شو. ونيجي بعد كده للمصارع التاني، بطل الابطال عشاق عالم المصارعة واللي مفيش حد ما يعرفوش، وهو جون سينا. جون سينا برضه حقق كل الالقاب كلها ما عدا حزام الانتركونتيننتال برضه، وناقص له ياخد بطولة عالم مرة كمان، ويبقى ساعتها اكتر مصارع حقق القاب في اتحاد المصارعة. ونيجي للشبه الكبير اللي بينه وبين مارك ويلبرج. مارك ويلبرج برضه معروف بافلامه، من اشهر افلامه فيلم تيد وترانسفورمرز، واخر افلامه من الافلام اللي كانت حلوه جدا وعجبتني كان فيلم انشارتد. والشبه بينهم طبعا كبير، وغالبا كل الناس اللي عارفين مارك ويلبرج او شافوه كانوا لاحظوا طبعا حوار الشبه اللي ما بينهم كبير قوي ده. ونروح لاخر مصارع معانا في حلقه النهارده، وهو ري ميستيريو. ري ميستيريو مصارع مقنع، كلكم قلتوا بلا استثناء ان هو في شبه كبير بينه وبين الممثل المصري محمد هنيدي، ودي اللي بجد فعلا يخلق من الشبه 40 شبهه تيبيكال. ولو فعلا حطيت صورتهم جنب بعض هتلاقي ان هما الاتنين تحس انهم توأم. وري ميستيريو طبعا معروف بحركاته البهلوانية، وان هو السبب في ان الاطفال يحبوا يتفرجوا على المصارعة. فري ميستيريو ده اسطورة من اساطير عالم المصارعة، واللي لسه لحد دلوقتي الحمد لله ان هو مكمل في عالم المصارعة. وبكده نكون انتهينا في حلقة النهاردة، وعرضت لكم الشبه الكبير جدا اللي بين الممثلين وبين المشاهير اللي في عالم التمثيل. شكرا جدا ليكم، وسلام عليكم.